بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ننطلق اليوم مع فيديو جديد ودرس جديد في الرياضيات المبرمج في الثلاثي الأول في للسنة أولى متوسط. الدرس سيكون دلالة الأرقام في العدد العشري وحصر الأعداد العشرية بين عددين طبيعيين متتاليين. إذن لدينا جدول التالي يوضح أجزاء العدد العشري. قلنا أي عدد عشري يتكون من جزئين اللي هما الجزء الصحيح والجزء العشري. إذن كل عدد عشري يتكون من جزئين، جزء صحيح وجزء عشري. فلنأخذ على سبيل المثال هذا العدد العشري 432.544. إذن هذا عدد عشري مكون من جزئين، جزء يمثل الجزء الصحيح والجزء الثاني هو الجزء العشري. إذن سوف نعرف ما هي دلالة هذه الأرقام في الجزء الصحيح وكذلك دلالة هذه الأرقام في الجزء العشري. إذن ننطلق لنضع كل رقم في مكانه أو في خانته المحددة. لدينا الرقم الأول أو الرقم الجزء الصحيح. قلنا في الحصص الماضية أنه الاثنان تمثل الآحاد أو الوحدات، يعني الاثنان تمثل الآحاد أو الوحدات. الاثنان تكتب في خانة الآحاد. أما بالنسبة للثلاثة فهي تمثل جزء العشرات، وكذلك الأربعة تمثل المئات. انتهينا إذن من الجزء الصحيح ووضعناه وعرفنا دلالة أرقام هذا الجزء. ننتقل إذن إلى الجزء العشري لنضع لكل رقم دلالته في الجزء العشري. إذن الخمسة تمثل الأعشار أو أجزاء العشرات. إذن الخمسة تمثل أجزاء العشرات أو الأعشار. أما الأربعة فتمثل أجزاء المئات أو أجزاء من المئة. الأربعة الأخيرة تمثل أجزاء من الألف. إذن العدد العشري هو 432 فاصلة تكون هنا 544. كيف يمكننا أو لنوضح هذا الأمر خلينا نأخذ خطوة لنوضح. هنا الأعشار أو أجزاء العشرات نكتب تحتها 1/10. أجزاء من المئة أو أجزاء المئات فلنكتب في هذه الخانة 1/100. أما الخانة الأخيرة اللي هي أجزاء من الألف نكتب 1/1000. إذن
هناك أجزاء الآلاف، أجزاء عشرات الآلاف، أجزاء مئات الآلاف إلى آخر ذلك. وكذلك بالنسبة للجزء الصحيح المئات، الآلاف، أجزاء المئات، الآلاف، عشرات الآلاف إلى آخر ذلك. إذن كيف يمكننا أيضا كتابة هذا العدد العشري؟ وهنا في الجزء الصحيح نكتب واحد، تحت الآحاد نكتب واحد، تحت العشرات نكتب 10، تحت المئات نكتب 100 في هذه الخانة. هذا الأمر درناه من بعد نوضح كيفية تفكيك هذا العدد إلى عملية بسيطة وبسيطة جدا. هذا العدد العشري الذي لدينا كيف نستطيع كتابته على شكل مجاميع أو تفكيكه إلى شكل مجاميع؟ إذا لدينا 432.544 ماذا تساوي؟ إذا ماذا تساوي؟ تساوي أولا نبدأ من المئات، تساوي 4 في 100، 4 في 100، 4 في 100، 4 في 100، 4 في 100 تساوي 400. إذا تساوي 4 في 100 زائد 3 في 10، 3 في 10، 3 في 10، إذا 3 في 10 زائد 2 في 1 هي 2، 2 في 1 هي 2، زائد ماذا؟ ما دام الأعشار كتبنا تحتها 1/10، إذا زائد 5 في 1/10 زائد 4 في 1/100 زائد 4 في 1/1000 على 1000. إذن هذا العدد العشري قمنا بتفكيكه إلى كيفية تفكيك هذا العدد العشري. إذن كما قلنا الأربعة هي تمثل المئات، نكتب 4 في الجدول تكون 100. 3 تمثل العشرات، إذن في الجدول تكون 10. والآحاد 1، وأجزاء العشرات أو الأعشار هي 1/10. كذلك أجزاء المئات 4/100، وكذلك أجزاء الآلاف هي 4/1000. إذن فلنقم بعملية أو كيف نستطيع أيضا كتابة هذا العدد العشري. إذن هذا العدد العشري أستطيع أن أفككه كما يلي، كذلك كما يلي: هي 4 في 100 هي 400. إذن نكتب العدد الصحيح كما هو 432 مثلا، زائد 5 في 1/10، 5 في 1/10 ماذا تساوي؟ قلنا في الدرس من الدروس السابقة أن الخمسة هو مقامها الواحد وبسطها 5 في 1/10، إذا تساوي 5 في 1/10، إذا تساوي 5/10. 5/10 ماذا تساوي؟ 0.5. كذلك الأربعة تساوي 4 في 1/100 تساوي 4/100 وتساوي 0.04. وكذلك الأربعة في 1/1000 تساوي 4 0.004. هذا المجموع كاملا يساوي 0.544. إذن قمنا بتفكيك هذا العدد كذلك إلى عدد طبيعي زائد عدد عشري بصفر فاصل. إذن هذه هي ببساطة عملية تفكيك الأعداد العشرية، عملية تفكيك الأعداد العشرية. ننتقل مباشرة إلى كيفية حصر عدد عشري. كيفية حصرة، نذهب
مباشرة إلى كيفية حصر عدد عشري بين عددين طبيعيين متتاليين. يكن لدينا مثال: العدد العشري التالي 455.32. هذا عدد عشري. إذن عند القيام بحصره بين عددين طبيعيين متتاليين، إذن راح يكون عدد طبيعي أصغر من هذا العدد العشري، وكذلك هذا العدد العشري وعدد طبيعي آخر يكون أكبر من هذا العدد العشري. إذن العدد العشري به نحصر عدد عشري بين عددين طبيعيين، أي أين نذهب؟ نذهب إلى الجزء الصحيح. ماذا يمثل الخمسة؟ الخمسة تمثل كما تطرقنا سابقا الآحاد. إذن 455 الآحاد، وهذه هي العشرات، وهذه هي المئات، ولكن فاصلة 32 فيها أجزاء من العشرات وأجزاء من المئات. إذن العدد الطبيعي الذي يكون مباشرة أصغر من 455 هو 455، لأنه 455 فاصلتها أصفار. 455 عدد طبيعي أقل من 455.32، و455.32 هو أقل من 456. إذن العدد الطبيعي الذي يليه هو 456. إذن هنا 455 وهنا 466، وقد تم حصر هذا العدد العشري بين عددين طبيعيين متتاليين. هذه الجزئية الثانية لازم تفهموها أولاد أبنائي مليح، لأنه العدد العشري هذا الجزء العشري عند حصره بين عددين طبيعيين ننظر مباشرة إلى العدد الصحيح أو الجزء الصحيح. يعني مثال لدينا، أو رتب تصاعديا الأعداد العشرية التالية. رتب بعض الأعداد العشرية تصاعديا. إذن لدينا مثلا مجموعة من الأعداد العشرية 32.5 مثال 38، ولدينا مثال 49.655، ولدينا مثلا العدد 1,6758. لدينا 3 أعداد سنرتبها تصاعديا. ما معنى تصاعديا؟ معناها تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. إذن كيف نرتب تصاعديا؟ إلى أين نذهب؟ ما نروحش نشوف الرقم كامل، سوف أذهب مباشرة إلى الجزء الصحيح، أصغر رقم في الجزء الصحيح. إذن لدينا 3 أجزاء صحيحة. لدينا الرقم الأول 1، جزء صحيحه 1، والرقم الثاني جزءه الصحيح 49، والرقم الثالث أو العدد العشري الثالث جزءه الصحيح 32. كيف سأرتب هذه الأرقام تصاعديا؟ إذن سنبدأ من الرقم الأصغر. أصغر رقم هو 1,6758. عند المقارنة لا أقارن بالجزء. نبدأ أولا، ليس لا نقارن، لكن أبدأ المقارنة من الجزء الصحيح، ثم أنتقل مباشرة بعدها إلى عندما تتساوى الأجزاء الصحيحة أنتقل إلى الأجزاء
أجزاء العشرات وأجزاء المئات. في مثال مثلا عندي الواحد وعندي رقم آخر مثلا 1,577. إذا أيهما أكبر؟ الواحد أو 500، خلينا نقول 557,780. إذا هنا كي تشوف الرقم مكون من 5 أرقام أو الجزء العشري مكون من 5 أرقام والجزء العشري لهذا العدد مكون من 4 أرقام، ما تقولش بلي هذا الرقم أكبر من هذا الرقم، لا. أولا في المقارنة أذهب إلى الجزء الصحيح، إذا عندي واحد يتساوى الجزء الصحيح، ثم مباشرة أنتقل إلى أجزاء العشرات، أقارن أجزاء العشرات. لدينا في الرقم الأول وهو العدد العشري الأول 6 والعدد العشري الثاني 5. إذا هذا العدد العشري أكبر من هذا العدد العشري، إذا 1,6,758 أكبر من 1,57,780. هذا لمجرد أبناء الطلبة ما تغلطوش لما يكون الرقم كبير تقول باللي هذا الرقم هو أكبر من هذا العدد، لا. عند المقارنة قلنا ننطلق أولا من مقارنة الجزء الصحيح ثم ننتقل إلى الجزء العشري بالتدريج أنتقل من أجزاء العشرات إلى أجزاء المئات إلى أجزاء الآلاف إلى أجزاء عشرات الآلاف وإلى آخر ذلك، لأن هذا الرقم لما أضيف الصفر هنا لا يؤثر الصفر. إذا هذا الرقم كذلك مكون من 5 أرقام بعد الفاصلة. فهمنا هذا الأمر؟ إذا هنا فهمنا طريقة المقارنة. إذا في الترتيب التصاعدي للأرقام الثلاثة الأولى، إذا قلنا نقارن العدد الرقم الصحيح. إذا رقم صحيح واحد هو الرقم الصحيح لهذا الرقم، إذا هو واحد أصغر من 49 وأصغر من 32. إذا في الترتيب التصاعدي 6,758 هو الرقم الأصغر في هذه الأرقام وفي هذه الأعداد العشرية. إذا 1,6,758 أصغر. بعد يليه ماذا؟ هنا الرقم الصحيح أو العدد الصحيح أو الجزء الصحيح، هنا 49 وهنا 32. إذا 32 أصغر من 49 عند المقارنة أجزاء نبدأ بالوحدات أو الآحاد ثم ننتقل مباشرة إلى المئات وإلى الآلاف وإلى آخر ذلك. إذا 32 أصغر من 49. الرقم هنا يكون في الترتيب 32.38 أصغر من 49.655. إذا هنا حاولنا أن نشرح كيفية حصر عدد عشري بين عددين طبيعيين متتاليين. قلنا أولا نذهب إلى الجزء الصحيح ثم نقول هنا في الوحدات 5. إذا نأخذ الجزء الصحيح 455.00 لأنه هو اللي يكون أصغر من 455.32 و 455.32 أصغر من 456. وكنا ثاني رتبنا تصاعديا أو تنازليا كذلك وطريقة ترتيب الأعداد وكيفية معرفة ما هو العدد الكبير وما هو العدد الصغير في الأعداد العشرية. قلنا كذلك ننطلق من الجزء الصحيح من وحداته إلى عشراته إلى آلافه ونقارن الجزء الصحيح بالجزء الصحيح
عندما يتساوى الجزئين الصحيحين للعددين نقوم بمقارنة الجزء العشري، والمقارنة تكون انطلاقا من أجزاء العشرات وننطلق إلى أجزاء المئات وأجزاء الآلاف لنعرف أي العددين أكبر من الآخر أو أصغر من الآخر لأستطيع أن أرتبهم تصاعدا. أنجز العمليات التالية. أولا فكك الأعداد العشرية التالية، فلنأخذ مثالا بمثال. لدينا العدد العشري الأول مثلا 477.00632. كيف نفكك هذا العدد العشري؟ قلنا عند تفكيكه أبدأ من الجزء الصحيح. لدينا الجزء الصحيح يصل إلى مرتبة الآلاف، إذن إلى مرتبة المئات، إذن 4 في 100 زائد 7 في 10 زائد 7 في 1 أو 7 زائد. أنتقل إذن مباشرة إلى الجزء العشري. لدينا هنا صفر تمثل أجزاء العشرات. لما نقول أجزاء العشرات نقول 1/10، إذن 0 في 1/10، وهذه تساوي 0. أستطيع أن لا أكتبها، زائد 6 في 1/100 زائد 3 في 1/1000 زائد 2 في 1/10,000. إذن هذا هو تفكيك الأعداد العشرية بكل بساطة أبناء الطلبة. أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله من دروس الرياضيات للسنة الأولى متوسط.